حبايبي الحلوين اللي بيسمعوا كلام بابا وماما، هنحكي حدوتة صغيرة قبل النوم. عمر من أسبوع نقل مع أسرته لبيت جديد، ولسه بيستكشف البيت الجديد. البيت كان كبير جدا، وعمر كان مبسوط فيه. وآخر اليوم عمر لقى مراية شكلها غريب، بس لما بص فيها ما شافش نفسه. المراية مش بتعكس أي حاجة. عمر كان مستغرب وكان مخضوض ومش عارف المفروض يعمل ايه. المهم ان عمر فكر ان هو يلمس المراية، وبمجرد ما عمر لمس المراية حس بقوة غريبة بتسحبه لجوه، ولقى نفسه في عالم موازي. كل حاجة فيه معكوسة، الأشجار مقلوبة، الطيور ماشية على الأرض، والناس بيمشوا بالمقلوب. عمر ما كانش عارف المفروض يعمل ايه، وحتى ما كانش عارف يتكلم معاهم لأن الناس كانت بتتكلم بالمقلوب. المهم إن عمر اتعرف على صديق هناك. هو كان صديق غريب شوية، بس هو كان بيساعده. كان اسمه رامي. بس الغريبة إن هو كان شبهه نسخة طبق الأصل منه، وعمر كان مستغرب ومش فاهم فيه ايه. المهم إن رامي حاول إن هو يساعد عمر عشان يفهم كل حاجة، وشرح له إن المراية دي هي بوابة بين العالمين، وإن البوابة دي مش بتفتح لأي حد، بتفتح بس للأشخاص الطيبين واللي قلبهم نقي. رامي ساعد علي جدا إن هو يتعرف إزاي يتنقل في العالم الغريب ده، وإن هو كمان يتكلم مع سكانه اللي بيتكلموا لغة معكوسة. لكن كان في خطر كبير كان بيهدد العالم ده. وحش شرير كان عايز يدمر التوازن اللي بين العالمين. عمر ورامي اتعاونوا مع بعض ان هما ينقذوا العالمين من خطر الوحش اللي عايز يدمر كل حاجة. المهم ان هما في رحلتهم واجهوا كتير من التحديات والمغامرات، وتعلموا حاجات كتير عن نفسهم وعن معنى الصداقة. المهم ان هما في الاخر هزموا الوحش ده وقدروا يعيدوا التوازن من تاني. عمر رجع لعالمه من جديد بعد ما اتعلم دروس قيمة جدا عن الشجاعة والصداقة وأهمية القلب النقي. عمر كان مبسوط جدا بالمغامرة دي لأن هو استفاد واتبسط. ولما رجع عمر قرر إن هو يكلم مامته ويحكي لها عن كل حاجة، وبعدين قعد يحكي لإخواته عن كل اللي شافه. وإخواته كانوا مبهورين جدا بيه، وكانوا مبسوطين إن أخوهم مر بمغامرة جميلة وشيقة. وكانوا كل يوم بيقولوا له تعال احكي لنا عن مغامرتك يا عمر قبل النوم. وعمر كل يوم كان بيحكي لإخواته عن مغامرته الجميلة، وفي الآخر كانوا بيروحوا في النوم. أتمنى يا أصحابي تكون عجبتكم القصة. أشوفكم في قصة جديدة. مع السلامة.